هل في شغل كتير للاي تي؟ بصوا، مهندسين الاي تي، واللي انا اصلا كنت شغال الشغلانه دي من زمان جدا، وكنت بعمل ابلكيشن وبقى شغال مع ادسنس، شغال بعمل مواقع يعني وكده، واتعلمت الموضوع ده لان الصراحه كان بيجيب فلوس جدا وكان ترند لفتره كبيره جدا جدا. لكن في المانيا، خلينا نتكلم على المانيا يعني، من بعد ما ظهر الذكاء الاصطناعي، فعاوز اقول لكم اللي هم المطورين او الكودينج، اللي هم بيكودوا، اللي بيكتبوا الكود او بيكتبوا ده تقريبا شغلهم انتهى. يعني عاوز اقول لكم شغلهم انتهى. في اكبر شركه في المانيا اللي هي شركه ساب او اس اي بي، زيها زي مثلا مايكروسوفت كده في العالم، هي في اوروبا مشهوره الشركه دي، شركه المانيه. عاوز اقول لكم سرحت تقريبا اكتر من 40% من الناس اللي بيكتبوا كودينج. ليه؟ لان خلاص دلوقتي الشات جي بي تي انت ممكن تطلب منه المهمه، تقدر تطلبه منها في ثواني بيعملها. اللي كان بيكود ممكن تاخد منه ساعات وساعات، ايام وساعات اسابيع وساعات شهور. لكن دلوقتي الذكاء الصناعي سهل، فالشغلانه دي تقريبا اتدمرت. لكن طلع حاجات جديده زي مثلا ان انت تكون مهندس اي اي، او طبعا التطبيقات بقى بتاعت الاي اي، زي مثلا الدرونز والحاجات دي. هنا شغاله كويس جدا ومطلوبه كتير جدا. لكن اي حاجه ليها علاقه بالكودينج نوعا ما اتدمرت. لكن الحاجات اللي فيها اللي ما يقدرش يعملها الذكاء الصناعي، اللي هي بتتعمل باليد، زي مثلا مهندسين النتورك، نوعا ما فيها كيبلز وفيها حاجات وسيت اب وبرنامج، ولازم تروح تسطب وواي فاي والحاجات دي. يعني لا، مش زي يعني اي حاجه فيها ايد نوعا ما، مش اتدمرت زي اللي مسيطر عليها دلوقتي خلاص الذكاء الصناعي، للاسف يعني.